لك يا اخي عيلتنا اكبر، والله عيلتنا اكبر. خيو عائلتنا اكبر. لا عيلتنا اكبر. لا عيلتنا. لك يا اخي الشغله بالمجادله خيو بس. لحظة بدي يا اخي والله عيلتنا اكبر. طيب بدي اعطيك مثال. هات لا شو. خيو نحن عندنا بالعيلة عند بنعمل عزيمة ايه وبركنا على السفرة، أول واحد ما بشوف آخر واحد، إيش عم تحكي؟ هلا هي عيلتكم؟ إيه اسمها عيلتنا اذا عملنا عزيمه لعيلتنا، اذا كان اول واحد بده يحكي مع اخر واحد بده يحكي مكالمه دوليه. حبيبي دايما في شيء بيتميز على شيء. ما فهمت عليك، فهمني. لك يعني دايما في شيء بيسبق شيء، بيتعداه بيتخطاه افضل منه. يعني ما فهمت عليك، بدك تفهمني بالضبط شلون يعني؟ طيب اضرب لك مثال مشان اقرب لك الفكره اكثر. تفضل. يعني هلا مثلا القوه افضل ولا الذكاء افضل؟ طبعا القوة. إيه لا الذكاء افضل. لا القوة، الله قد ما كان الواحد كان ذكي، إذا واحد ضخم بيطحنه. هذا اذا كان الشخص الثاني مقابله غبي، بس اذا كان ذكي بيعرف يتصرف. حتى لو ذكي إذا كان ضخم بده يطحنه. طيب هلا انا بدي اعمل لك مثال حتى افرجيك انه الذكي افضل من القوي. القوي أقوى خيو، القوي طيب أقوى. هلا بتشوف. هلا شوف المثال، مثال كثير بسيط. شوف هلا هي ايدي، هلا انا الذكي وانت القوي، رح تقول لي العضلات. طبعا مزبوط؟ طبعا العضلات. هي ايدي، ضربها بكل قوتك. بدي تضرب لي ايدي. إيه أنا اللي بضرب. آخ أصابعي تكسروا. لحظة مين اقوى؟ مين افضل؟ الذكاء ولا القوة؟ أيوة الله فهمت عليك. هذا هو. يا شباب تعالوا عندي تعالوا عندي تعالوا. إيش هي؟ انتوا ثلاثة فاكرين حالكم يعني طول الجسم وقوة؟ بدي اتحداكم هلا ثلاثتكم. أنت؟ ايه انا لحالي اتحداكم ثلاثتكم، بدي اورجيكم العقل احسن من القوة. شلون بقى؟ شلون؟ اضربوني بس عدد ثلاثة واضربوا. ماشي. 1 2 3. والله يا شباب طلع القوة أفضل من الذكاء. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك.